ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن أغلى 5 أنواع كلاب في العالم من حيث المبلغ المدفوع في الجرو. الكلاب دي بتكون غالية لأسباب مختلفة، ممكن بسبب إن سلالتها بتكون نادرة، أو ممكن لأن تربيتها صعبة وبتتطلب اهتمام كبير، أو ممكن كمان لأنهم مش موجودين في الطبيعة وبيتم تناسلهم من خلال الإنسان فقط. يلا بينا نبتدي. رقم 5، الفرنش بولدوج. كلب أسرة فرنساوي شخصيته مرحة واجتماعية. بيتراوح سعر الجرو من 3 ل5 آلاف دولار، وبيرجع السبب إن الكلبة الأم مبتقدرش تخلف الجراوي طبيعي وبيلزم عملية قيصرية. رقم 4، الأفغان هاوند أو كلب السيد الأفغانستاني. تم انتقاء أسرته في إنجلترا لغرض العروض. كلب ذكي ومحب لصاحبه وبيتميز بشعراته الطويلة المميزة، ولكنها السبب في إن الجراوي بتاعته بيكون سعرها غالي لأنهم بيتطلبوا اهتمام كبير جدا. سعر الجرو بيتراوح من 3 ل5 آلاف دولار. رقم 3، تشاو تشاو. كلب حراسة صيني بيتميز بالجلد المجعد ولسانه بيكون بلونه أزرق أو أسود. من أقدم سلالات الكلاب الصينية، واللي كان بيعتقد الصينيين زمان إنه بيبعد الشر عن البيت. كلب هادي ووفي لصاحبه. سعره غالي بسبب لقاء السلالة، وبيتراوح من 3 ل5 آلاف دولار. رقم 2، الفيرو هاوند أو كلب السيد الفرعوني. كلب السيد ده انحدر سلالته من مصر القديمة، ولكن مالطا أخذت السلالة واعتبرته الكلب الرسمي بتاعها. كلب سريع جدا وشكله مميز كأنه طالع من رسومات المعابد الفرعونية. بيتميز بشجاعته وحبه للصيد. سلالة نادرة، وعشان كده سعره بيتراوح من 2000 ل7 آلاف دولار. رقم 1، التبت ماستيف. كلب حراسة من إقليم التبت الصيني. بيتميز بضخامته وشراسته وفروته الكثيفة اللي بتكون طبقتين. بيتميز بنقاء سلالته ونضارتها. سلوكه بيكون هادي وسط أصحابه ولكنه شرس مع الغرباء. بيتراوح سعر الجرو من 3 ل10 آلاف دولار. أغلى كلب اتباع في التاريخ كان من النوع ده، ووصل سعره ل1.5 مليون دولار، وده بسبب إن لونه كان كله أحمر، وده بيعتبر نادر جدا في التبت ماستيف. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، ولو عايز تعرف معلومات أكتر عن كل نوع تقدر تلاقي الفيديو بتاعه على القناة. سلام.